الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، الاتنين دول حقيقي لهم بصمة في تاريخ السينما العربية لا تنسى. ثنائي ساحر جمع بين الموهبة والجاذبية والذكاء الفني. عمر الشريف نجاحه ما كانش صدفة، لا، ده كان ثمرة تجارب مختلفة. كان بيجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية، وامتلك قدرة ملفتة على التكيف. شارك في أعمال جريئة ومغايرة لطبيعته الشرقية. أما فاتن حمامة اختارت أدوارها بعناية شديدة. أول لقاء مع فاتن حمامة وعمر الشريف كان فيلم صراع في الوادي، وده فيه يعني تعرفوا على بعض والتقوا مع بعض، وكانت أول قبلة لفاتن حمامة في السينما المصرية. عايز أقول لك إن فاتن حمامة كان لها دور كبير جدا في إن يختاروا عمر الشريف للعالمية، خاصة لورانس العرب، والحقيقة هي وقفت جنبه وساعدته، وحاول بكل إمكاناتها وقدرتها أن تدفعه إلى العالمية. لكن هي برضو حاولت إنها تخش العالمية زي عمر الشريف، فطلبت من المخرج المبدع والفنان يوسف شاهين إن يعمل لها فيلم. الحقيقة هو عمل فيلم رمال من ذهب، لكن للأسف هذا الفيلم فشل. ويعني طلبت من يوسف شاهين انه ما يعرضوش في مصر، لان هذا الفيلم يعني فشل فشلا ذريعا، ما كانتش تتوقع ابدا له هذا الفشل. عايز اقول لك بقى، بالرغم من نجاح عمر الشريف في العالمية ويعني كل هذا الوهج والضوء الشديد جدا والموهبة الرائعة، إلا أن برضو فاتن حمامة لها بصمة شديدة جدا في أدوارها، لأنها كانت بتختار أدوارها بعناية، وكانت دايما بتحرص على أن يكون فنها فن راقي، وإن هي ما تعملش أي أدوار. فاتن حمامة أيقونة زمن جميل وفن أجمل. وعمر الشريف أيضا قصة نجاحه لكل شاب يعرف انه لو عايز ينجح لابد ان يمتلك ادوات الابداع وادوات التقدم، وانه دايما يبقى يعني جاهز للفرصة التي يقابلها. حبيت اقول لك على ثنائي فني راقي لهم بصمة حتى الان الكل يشهد بها. تحياتي، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.